وقال من 21 ل 28 يوم. فانا وانت لبسنا العمه ورحنا، كل الناس راحت في انهي سكه؟ راحت في السكه بتاعت انه ليه صلاح تسيب المنتخب. انا مش مع الناس اللي راحت اصلا في سكه ادعاء الاصابه دي من اول يوم. ده تهريج وكلام فاضي وقله قيمه يعني. قله قيمه يعني. مفيش حد عنده اي نوع من انواع الادراك هيقول كده على محمد صلاح يعني. انما احنا كنا غضبانين من غير انت هتسيبنا وتمشي؟ ده انت ماتشين وتقعد، ماتشين وراجع، هتسيبنا وتمشي؟ ماتشين اقعدوا هنا، اتعالج هنا. ده كان غضب الناس السويه العاقله المتزنه. ماتشين تقعدهم يبقى خلاص هنا وخلاص، واتعالج هنا وكمل. فاللي زعلان في الحته دي، ماليش دعوه بالناس التانيه. انا بتكلم في الحته دي عشان الحته دي يبقى احنا بنكلم ناس. الحته التانيه دي مش يعني كائنات فضائيه بقى، ما هتكلم في ايه؟ فانت سيادتك حضرتك لحد اللحظه دي محمد صلاح ما رجعش، والنهايه يوم الاحد، عشان نبقى احنا ايه بس كده كلنا شايفين بعض وشايفين الدنيا ماشيه ازاي. ولا كان يمشي يا عم ويسيب المعسكر ويتكل على الله؟ انت ايه يا عم؟ لف وارجع تاني، ما كفايه ضحك بقى. الجمهور المصري ده دعمك على فكره. هل الجمهور المصري ده ما كانش ليه كلمه مثلا تتقال بعد الخروج من البطوله الافريقيه، مثلا اعتذار منك؟ راح تنزل اعتذار مع فيتوريا اللي ما عملش حاجه؟ ده انت حتى ما فكرتش ان انت تقول للناس انا اسف، اللي هي في اسهل بطوله. ده خلاص، ده كوت ديفوار احتمال تحصل على البطوله على فكره بنسبه كبيره. بعد كوت ديفوار بالاداء بتاعها بالمستوى اللي احنا شفناه بيلعب نهائي، واحنا ورغم ان هو خد بالك هم كانوا مودعين البطوله اصلا. كوت ديفوار خلاص بيلعب نهائي، جابوها من على خلاص يعني، جابوها وكانوا خلاص راجعين البيت، كل واحد جاهز الشنطه بتاعته، وكان حتى الكاميرات جت عليهم ان هم بيعيطوا وحزنانين، والجمهور كوت ديفوار حزنان. فجاه لقوا نفسهم موجودين في البطوله وبقوا في النهائي دلوقتي. هل انت مش حزين؟ مش حزين على زعل الجمهور المصري ان انت ضيعت بطوله سهله؟ ضيعت بطوله ان انت تبقى في النهائي دلوقتي وتحصل عليها. اكيد مش لوحدك طبعا، بس انت الكابتن، انت القائد. ولما اتكلمت على محمد صلاح اتكلمت على محمد صلاح القائد. يا باشا يعتذر لمين؟ ما فيش الكلام ده، ولا يعتذر ولا يتنذر، فيش الكلام ده، بطلنا اللي يعطلنا.